في أماكن على كوكبنا لو قربت منها ممكن حياتك كلها تتغير. أماكن اتقال إنها ملعونة ومسكونة بأرواح مش بترتاح. النهاردة هاخدكم في جولة مرعبة حوالين العالم ونكتشف مع بعض أخطر الأماكن المسكونة اللي لحد النهاردة العلم نفسه مش قادر يفسرها. فندق ستانلي في أمريكا في ولاية كولورادو. في فندق شكله من بره عادي جدا، لكن اللي بيدخله بيحلف إن بيشوف حاجات مش طبيعية. الأنوار بتفتح وتقفل لوحدها، أصوات موسيقى قديمة بيسمعوها في نص الليل، ناس شافوا أشباح لست وراجل بيمشوا في طرقات الفندق. والأغرب إن الفندق ده كان الإلهام الأساسي لفيلم الرعب الشهير ذا شاينينج، يعني حتى هوليود نفسها اتأثرت بالرعب اللي هناك. تاني حاجة معانا غابة أوكيغاهارا في اليابان. على سفح جبل فوجئ في اليابان في غابة اتشهرت باسم غابة الانتحار. الغابة دي مسكونة مش بس بالأشباح، لكن بطاقة سودة من كل الناس اللي فقدت حياتها هناك. اللي بيدخلها بيحس إنه بيتوه حتى لو معاه بوصلة، والهوا نفسه تقيل جدا هناك كأنك بتتنفس خوف. في ناس حكوا إنهم سمعوا صرخات مش مفهومة من جاية من ما بين الأشجار، وكأن الغابة نفسها بتكلمك. تالت حاجة معانا قلعة باسكتلندا. القلعة دي من أقدم وأشهر القلاع في أوروبا، اتبنت من مئات السنين وكانت مسرح لحروب وسفك دماء كتيرة جدا. النهاردة أي زائر هناك ممكن يسمع أصوات خطوات تقيلة رغم إن مفيش حد. وفي أسطورة عن عازف مزمار كان صغير في السن دخل القلعة من أنفاق تحت الأرض واختفى للأبد، ولحد دلوقتي الزوار بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت المزيكا في نص الليل. رابع حاجة معانا سجن الكاترز، السجن المشهور في سان فرانسيسكو اللي كانوا بيحطوا فيه أخطر المجرمين، رغم أنه اتقفل من سنين طويلة. لكن لحد دلوقتي الحراس اللي بيزوروه بيقولوا أنهم بيسمعوا صرخات السجناء وصوت أبواب حديدية بتتقفل فجأة. وفي زنزانة مشهورة جوه جدا، أي حد يدخل بيحس فيها بخنقة وجسمه بيتجمد كأنه واقف وسط أشباح المساجين اللي ماتوا جوه. خامس حاجة معايا جزيرة العرايس بالمكسيك، يمكن أغرب مكان في العالم كله. جزيرة صغيرة مليانة آلاف من العرايس اللي معلقينها على الأشجار. القصة بدأت براجل كان عايش هناك، لقى طفلة غرقانة في القناة وبعدها بدأ يسمع أصوات غريبة، فقرر يعلق عرايس حوالين الجزيرة عشان يبعد الأشباح. لكن بدل ما يبعدهم الجزيرة نفسها بقت مسكونة. الزوار بيقولوا إنهم شافوا عيون للعرايس بتتحرك أو سمعوا همسات حوالين المية. مجرد وجودك هناك يخليك تحس إنك مراقب طول الوقت. الأماكن دي مجرد عينة صغيرة من أماكن كتير حوالين العالم، أماكن بيقولوا إن الأرواح فيها لسه مش لاقية السلام. السؤال هنا، هل فعلا دي مجرد خرافات وأساطير ولا في عالم تاني بيشاركنا نفس الأرض بس إحنا مش شايفينه؟